عندي المجال التاني بتاعي اسمه التحليل السياسي للقوى. كلمة غريبة وصعبة على الود. يعني ايه تحليل سياسي للقوى؟ ركز معايا. عندي دولتين مثلا بيتصارعوا مع بعض على حاجة معينة، فلما يحصل صراع ما بين دولة ودولة على منطقة معينة كده أنا الجغرافيا السياسية بتبتدي تتدخل وتقول لك هو المنطقة اللي احنا الاتنين بنتصارع عليها دي مهمة في ايه؟ زي فرنسا وانجلترا الاتنين في خناقة طول الوقت ما بينهم وما بين بعض على المستعمرات. فرنسا كانت عايزة تحتل مصر وانجلترا كانت عايزة تحتل مصر، فالجغرافيا السياسية تتدخل وتروح تسأل فرنسا هو انت ليه بتحارب انجلترا؟ تقول لك عشان عايز اخد مصر. فنروح نسأل انجلترا طب وانت ليه بتحارب فرنسا؟ تقول لك عشان عايز اخد مصر. فنبتدي بقى نرجع بالزمن لورا ونشوف هي مصر دي مهمة للدرجة دي في ايه اللي تخلي دولتين بحجم انجلترا وفرنسا تخش في خناقة ما بينهم عليها. فنبتدي نحلل الابعاد الجغرافية. يبقى تاني لما يجي يحصل صراع ما بين طرفين على منطقة جغرافية، الطرفين دول ببدأ احدد واحلل هما ليه بيتصارعوا على المنطقة دي؟ يبقى المنطقة دي فيها حاجة مميزة، فابدأ ادرس الحاجة اللي موجودة في المنطقة دي. مصر واسرائيل دخلوا مع بعض في خناقة على منطقة اسمها طابة اللي احنا خدناها الحصة اللي فاتت، فاكر؟ طيب طابة دي فتيجي الجغرافيا السياسية، هو انت ليه يا مصر عايزة طابة؟ نقول لك عشان ارضي، منطقة مهمة. فنبتدي نروح نسأل اسرائيل هو انت ليه مش عايزة تدي لمصر طابة؟ تقول لك عشان ارضي، حاجة مهمة. فنبتدي نحلل المنطقة دي ونشوف أهميتها إيه ونشوف هي تبع مين من الدولة من الدولتين دول. يبقى إذن كلمة التحليل السياسي للقوى أنا بدرس الأبعاد. كلمة أبعاد معناها الأسباب. أنا بدرس الأسباب الجغرافية اللي خلت في صراع ما بين قوى متنافسة مع بعض على منطقة جغرافية. هو ليه بيحصل صراع ما بين طرفين على المنطقة دي؟ فراح أدرس المنطقة دي واشوف هي مهمه في ايه وايه اللي يخليني اقدر ادرسها واشوف المنطقه دي متقدمه. لازم استعين بعلم اسمه علم الجغرافيا السياسيه، من ضمن مجالاته اسمه مجال التحليل السياسي للقوى. حلو. عندي بعد كده